إبراهيم عليه السلام في ليلة الإسراء لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام، عليه الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآن لو أراد شخص أن يغرس شجرة وينتظر ثمرتها، ولا سيما النخل، كم يحتاج إلى سنة؟ إذا وضع البذرة اليوم بالنسبة للنخل يحتاج إلى أقل شيء 5 سنوات أو أكثر. وأقول مثل هذا في سائر الأشجار، وإن كان بعضها أقل في المدة، لكن تقول سبحان الله يغرس شجرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 4 شجرات. قل مئات ألوف ولا تحتاج إلى وقت، يغرس لك بقدر ما ذكرت. وفي دقيقة ونصف تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، تحط عنك ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. فمن أيسر الأمور وأفضل الأعمال الذكر. سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، ولكنه الحرمان، مستعد يتكلم بالنكت وبسواليف وطرائف إلى منتصف الليل أو إلى آخر الليل، ويشق عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الباقيات الصالحات كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أدركنا بعض الشيوخ وهو يأكل وهو يمشي وهو مضطجع وهو ماشي وجالس وهو يعلم العلم في أثناء الجمعة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكنه الحرمان لا نهاية له، وهي عقوبات، الله المستعان.